السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل الممبار بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يا رب تعجبكم. نبدأ على بركة الله. عندي الرز غسلته وصفيته، عندي بصلتين كبار مبشورين، هحط عليهم شوية من الملح والفلفل واقلبهم كويس قوي واضيفهم على الرز. هضيف شوية من الفلفل الشطة، اللي ما بيحب الشطة ممكن يستخدم فلفل عادي، الفلفل في الخلطة بيديها طعم حلو. بعد كده هضيف الطماطم المبشورة، وكمان هنضيف الخضرة. أنا الخضرة هنا مفرزة. هضيف كمان معلقة من معجون الطماطم، شوية من البابريكا، كزبرة مطحونة، كمون، فلفل اسود، وشوية من الحبهان المطحون، وشوية من الملح. وناخد بالنا من الملح، حاطين ملح قبل كده على البصل، ما نزودش في الملح. هضيف كمان شوية من زيت الزيتون. طبعا المادة الدهنية دي اختياركم، اللي عايز يستخدم سمنة أو زيت زي ما انتوا عايزين. هقلب كله مع بعضه. طبعا أنا هنا ما قلتش كميات، لأن كل واحد يعمل حسب الكمية المناسبة ليه. هقلب كل المكونات جيدا لحد ما يمتزجوا مع بعض. هضيف كمان شوية من الزيت، لأن حسيت إن الزيت اللي حطيته قليل. ونقلب تاني. ده الممبار أنا غسلته وصفيته. واحنا شغالين هقول لكم على طريقتي في غسيل الممبار. أنا قطعت الممبار قطع علشان أقدر أحشيه بسهولة. همسك الفتحة بتاعة الممبار بإيديا الاتنين، بالصباعين السبابة والإبهام، وباقي الصوابع بعبي بيها الرز. هحاول وانا بحشي الممبار مملاش رز كتير علشان ما يتقطعش في المية، وبسيب الطرفين بتوع الممبار فاضيين، حوالي سنتي من هادي وسنتي من الناحية دي، علشان الممبار الطرف بتاعه يقفل على الرز. ده سمك الممبار المطلوب عشان ما يتقطعش في المية. بالنسبة للممبار أنا جبته من عند محل السوري، مغسول ومتنضف وملفوف في ملح. أنا خدته بقى، غسلته من الملح اللي كان فيه ده، وعملت له خلطة كده كويسة قوي، عبارة عن خل وليمون ودقيق ذرة وملح، وغسلته غسلة كويسة قوي كده بيه من بره، وبعدين تحت الحنفية المية الجارية، وقلبته بحيث ان اللي جوه بقى بره، وغسلته كويس قوي بالمحلول، اياه الملح والليمون والخل والدقيق الذرة. بعد ما غسلته كويس اخدته تحت الحنفية مية جارية برضو، قلبته، رجعته لأصله او رجعته للشكل اللي كان عليه. بعد كده شطفته بمية كويس جدا، وبعدين حطيته في مصفى يتصفى. ودي طريقتي في غسيل الممبار. هنكمل حشو بنفس الطريقة. طبعا اللي عنده طريقة تانية يقدر يحشي بيها، أو طريقة أسهل من دي، كل واحد يحشي بالطريقة اللي تناسبه. كده خلصنا الممبار حشو. بعد كده هنروح علشان نسلقه. هحط حلة على النار فيها مقدار من المية، هضيف عليها بصل وجزر وفلفل اسود وحبهان وورق لوري، وطبعا لو في فصين مستكة يكون كويس، وهضيفه لمية السلق. كمان هضيف معلقة من الملح. أول ما تبتدي المية تغلي هنسقط الممبار. خلاص كده حطينا الممبار. أول ما بنحطه بنلاقيه على طول ينتفخ زي ما انتوا شايفين. هسيبه لما يستوي، وبعد كده هناخد واحدة نعمل لها تيست. بياخد وقت السوا من ساعة لربع ساعة. بعد كده هنحمر الممبار، طاسة على النار، وحط شوية من الزيت أو من السمنة، ونحمر فيهم الممبار، ونقلبه كده لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل. ما نحاولش نغمقه قوي في التحمير. وده شكله بعد ما خلص. شايفين من جوه ما شاء الله الرز مفلفل وجميل ومستوي. ودي كانت طريقتي في عمايل الممبار. اتمنى يا رب تكون عجبتكم وتنول رضاكم، ولو عجبكم الفيديو
لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.